الغني عن التعريف واللي كيعرفوه المغاربه كاملين، عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للامن الوطني ولمراقبه التراب الوطني، الرجل الذي توضع فيه كل الثقه واللي كتجعل منه القابض بزمام الامن بالمغرب. تزاد عبد اللطيف عام 1966 في مدينه تازه، وفي سن لم يتجاوز 40 عام دخل عبد اللطيف تاريخ الاجهزه الامنيه المغربيه باعتباره اصغر مدير عام لجهاز المخابرات الداخليه المعروف بمديريه مراقبه التراب الوطني والمشهوره اختصارا باسم DST. وكان هذا الشيء من بعد واقعه ملفته في تاريخ المغرب واللي هي الاحداث الارهابيه بالدار البيضاء في 2003. ولكن قبل هذه اللحظه كان الحموشي اللي دابا في عمره 58 عام تلقى التكوين ديالو في مدينه فاس، بحيث درس الحقوق في كليه الحقوق والعلوم الاجتماعيه بجامعه سيدي محمد بن عبد الله، ثم لاحقا انتقل لمدينه القنيطره اللي تعلم فيها الابجديات الامنيه. التحق بالمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني سنه 1991 برتبه عميد شرطه، وفي عام 2015 غادي يعين جلاله الملك محمد السادس الحموشي مديرا عاما للامن الوطني، وهكا غيجمع ما بين مسؤوليتين ثقيلتين واللي هما اداره الشرطه والمخابرات. والكفاءه ديالو هي اللي خلاته يجمع ما بين هاد جوج المناصب الكبار، كما استفاد من عده تداريب في مجالات امنيه دقيقه مرتبطه بمكافحه الارهاب والجريمه المنظمه والالكترونيه. كما تم اختياره ضمن التشكيل الجديد للمجلس الاعلى لجامعه نايف للعلوم الامنيه، وقاد وفد الامن الوطني المغربي في مؤتمر الانتربول فيينا، حيث استطاع اقناع قاده شرطه العالم باحتضان المغرب للدوره 93 للجمعيه العامه لمنظمه الانتربول، وتم الاعتراف دوليا بدوره المحوري في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة من خلال تتويجه بأوسمة دولية رفيعة من إسبانيا وفرنسا وهولندا وغيرها. غموض الحموشي هو مؤشر على الصرامة والانضباط والشخصية المتزنة اللي خاصها توفر في هكذا مناصب واللي كتكون حساسة وعندها تأثير قوي على الأمن القومي ديال بلادنا. هو رجل قليل الكلام وكثير العمل، غير محب للأضواء أو الخروج إعلاميا، وكيقتصر الظهور ديالو فقط في المناسبات والتظاهرات الرسميه، وقليل فاش كنسمعوا صوته، وحتى الصور ديالو في الانترنت معدوده على رؤوس الاصابع ومرتبطه بالمجال المهني والرسمي فقط. الناس اللي جاوروه في العمل كيأكدوا ان الحموشي كيكره كل تهاون في اداء المهام، وما كيتسامحش مع الظلم والكذب والتقصير المهني، وكيرفض الظلم والحقره، وهذا الشيء اللي كيحسوا به المواطنين في كل مره ملي كيتدخل في شي قضيه من القضايا. الحموشي ماشي اي شخص عادي، بل هو العمود الفقري للامن بالمغرب، وبسبب مجهوداته كنحسوا بالتوازن الامني في بلادنا، والدبلوماسيه الامنيه اللي كينهجها خلات بلادنا شريك اساسي في المجال الامني والاستخباراتي على المستوى الدولي.